8 رحلات أسبوعية من ألمانيا إلى شرم الشيخ لم يتم إلغاء أي منها، باستثناء رحلة واحدة كانت على متن طائرة جيرمان وينكس التي ألغت رحلتها، إلا أن السائحين الألمان رفضوا إلغاء رحلتهم واستخدموا طائرة بنظام الشارتر للوصول إلى مقصدهم السياحي في شرم الشيخ. هذا فضلاً عن رحلات الغردقة التي تعد المقصد السياحي المفضل للألمان. Ich finde Ägypten sehr schön, aber ich fliege jedes Jahr zum Tauchen. Also ich bin Fan vom Roten Meer und Angst habe ich keine. Also für uns ist es ein wunderschönes Land mit unwahrscheinlich viel Kultur und man kann baden, man kann eigentlich alles machen. Die Leute sind freundlich, wir fühlen uns dort wohl. Wir waren schon in Ägypten und wir haben auch schon Stadtrundfahrten gemacht und sowas. Machen wir auch wieder. Einfach super, alles schön. Schönes Wetter, schöner Strand, schönes Hotel. Alles einwandfrei. مصر بلد آمنة والسائحين لا يشعرون بأي قلق من تواجدهم في مصر. وبسؤال السائحين إذا كانوا يشعرون بالخوف في مصر أجابوا على الفور لا أو ناين بالألمانية. Nein. 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 Wir haben keine Angst. Keine Bedenken. Ich sehe das alles locker. Kann mir hier auch jeden Tag ein Stein auf den Kopf fallen. تعداد السائحين الألمان إلى مصر وصل إلى ما يربو على 700 و250 ألف سائح في سبتمبر الماضي، وهو ما يعني ارتفاع أعداد السائحين الألمان الوافدين على مصر بنسبة أكبر من الأعوام السابقة. Wir haben viele Leute kennengelernt eigentlich. Wir wurden auch von Einheimischen nach Hause eingeladen. Wir waren Tee trinken und so. Also eigentlich nur gute Gefühle bis jetzt. Viele Male in Ägypten gewesen. Super Land, super Leute. Also das Rote Meer ist fantastisch zum Schnorcheln. Es gibt keinen besseren Platz auf der Welt als eigentlich in Ägypten. Im Roten Meer zu schnorcheln ist fantastisch. وما زالت خطة مصر في دعم القطاع السياحي قائمة رغم كل التآمرات التي تحاكي لها بضرب أحد مصادر الدخل القومي المصري، حيث أنه قد وقع الاختيار على مصر لتكون الدولة الشريك في أحد أكبر المعارض السياحية بألمانيا، بورصة السياحة بلايبزيغ في نوفمبر الحالي. السائحون الألمان يصطفون في مطار شونفيلد متوجهين إلى مصر، ولسان حالهم يقول عشقنا لمصر أكبر من أي مؤامرات، وستظل مصر قبلة السائحين من مختلف دول العالم، شاء من شاء وأبى من أبى. إيمان البكري، التلفزيون المصري، برلين. السائحون الألمان يصطفون في مطار شونفيلد متوجهين إلى مصر، ولسان حالهم يقول عشقنا لمصر أكبر من أي مؤامرات، وستظل مصر قبلة السائحين من مختلف دول العالم، شاء من شاء وأبى من أبى. من مطار شونفيلد، إيمان البكري، قناة النيل، برلين.